لو مبيعاتك قلت الفترة اللي فاتت تعال أقول لك السبب وإزاي تعالجه. لما الدنيا بتتلخبط، حروب، تضخم، خوف، الناس مش بيكونوا بيدوروا على التغيير أو التطوير، بيدوروا على راحة، على أمان، على إحساس إن هم لسه ماسكين زمام الأمور. فحتى لو العرض بتاعك ممتاز بس لو شكله رفاهية، الناس مش هتفكر فيه أصلا. خلينا ناخد خسارة الوزن على سبيل المثال. انت ممكن تبيعه على انه جسم احلامك في الصيف، بس في اوقات عدم اليقين هل دي حاجة مهمة؟ ساعتها هتبيعه على انه وسيلة تهدي القلق، تظبط المزاج، وتخليهم يحسوا ان هم متحكمين في يومهم وسط كل حاجة هم مش متحكمين فيها. فهي هنا نفس الخدمة بس زاوية مختلفة، تأثير أقوى بكتير. في الأوقات الصعبة الناس مش عايزة تتحول، الناس عايزة تطمن، عايزة تحس إنها بأمان، عايزة تحس إن في حاجة ثابتة في حياتها. ففي ظل عدم اليقين بطل تبيع أحلام لجمهورك، لأن وقتها هيقول لك أحلام دي تبقى أكمل أنت الجملة، لكن بيع الاستقرار، بيع الأمان، بيع التحكم. هو ده اللي هيخلي العرض بتاعك مهم حتى لو الدنيا حواليهم بتولع.